الأقصى هو بالنسبة لكل شيء، يعني حياتنا احنا الأقصى. يعني طلع كل هذول الناس اللي جايين في منهم معهم جار طريق، وفي النهاية أجا هو. أنا بالنسبة لي الأقصى هو كل شيء، حياتي هي الأقصى، روحي معلقة في الأقصى، لأنه هو بالنسبة لي الإسراء، المعراج، الشهداء، الفتح العمري، العهدة العمرية. شوف أنا ما مش قلقانة بشيء إلا نبقى بين إيدين الله ونكسر. الرحلة أحلى رحلة في الدنيا، يعني بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي. والله هي القلب، يعني هي صمام القلب اللي إلنا يعني. الأقصى إنه مش لهم إن شاء الله، الأقصى للعرب إن شاء الله، ما هو منهم مش والله الأقصى بعني له كل الدنيا، يعني الأقصى هو مصرانا ومصر الرسول، يعني أنا كثير يعني زعلت إني أنا هسه يعني مش راح أدخل على المسجد الأقصى، لكن أنا إن شاء الله بدي أحاول إني أدخل للصلاة فيه إن شاء الله. الأقصى كل شيء لنا، إحنا أصلا عايشين هون عشان الأقصى، إحنا في رباط عشان الأقصى أصلا، لولا الأقصى أصلا إحنا ما إلنا قيمة في الأرض. الحمد لله رب العالمين على كل حال، وإحنا بدنا نيأس، بدنا نضلنا واقفين هون لنفوت، حتى لو إنهم منعونا كمان، بأي طريقة بدنا نفوت إن شاء الله تعالى. كم إحسان أنت الأقصى يعني هو العقيدة تاعتنا. للمسلمين، للمؤمنين، للصالحين، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إنه الله بنصره وبحماه من العدوين الغاربين جاه رب العالمين يا الله، آمين. أنا بعني لي كل حياتي، يعني المسجد الأقصى إذا صار فيه شيء انتهت الحياة من فلسطين. أصلي فيه كل يوم، وربنا يحميه من العدو. من قلبي يا حبيبة قلبي، ذبت أدعو لربي أن